إلى بعد ليلة كان الوحش يأتي لزيارتها، وقبل أن يتركها يسألها نفس السؤال: هل تتزوجيني يا جميلة؟ لم تعد جميلة تخاف منه مطلقا، وكانت دائما ترفض طلب وتتركه يمضي حزينة. ظل كل شيء كما هو لمدة طويلة، حتى طاقت جميلة لرؤية أهلها وعائلتها. وفي ليلة رآها الدب حزينة وتفكر، فسألها لماذا هي حزينة، فردت عليه وهي تعلم كرم أخلاقه وطيبة قلبه رغم مظهره المرعب. قالت له إنها تشتاق لرؤية أهلها. عندما قالت ذلك بدا الحزن والإحباط واضحا على وجه الوحش، وقال لها: هل قلبك يحتمل أن تتخلي عن وحش وحيد مسكين هكذا؟ ماذا أفعل لك حتى تسعدي؟ ألهذه الدرجة تكرهينني وتريد الهروب مني؟ فردت عليه: لا يا عزيزي الوحش،